يا مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وجبه كامله متكامله تنفع تاخدها معانا على البسين، او مثلا نازله متاخر على البحر عايز تاخدي الغدا معاكي، حاجه ما تبص من الشمس ودرجه الحراره. هنعمل النهارده فراخ مشويه في الفرن، مش على الشوايه ولا على فحم ولا اي حاجه. جبت فرخايه كبيره زي ما انت ما شايفه، وابتديت افصل الوركين مع بعض. انا حبيت اعرفك او اوريكي طريقه التقطيع ازاي لو انت مش هتجيبيها من عند الفراخجي مقطوعه او يعني متقسمه. باخد الورك واقطع كده، بمسك العراضه او بمسك الدبوسه وافتحها شويه كده علشان اعرف اجيب منها العظمه من غير ما اكسر العظمه بتاعتها علشان ما تنزلش الدم. بص، بجيبها كده على الجنب علشان اعرف ابين فين المكان اللي هقطع فيه بالظبط. المهم ابتديت كل حته كده انغزها بالسكينه شويه علشان تدخل التتبيله فيها. وبعد كده جبت بقى الصدر، فصلت الاول الرقبه عنها. احنا ما بنرميش الرقبه، بتتشوي مع الاكل عادي وبتتبل يعني مع بقيه الفرخه، يعني ما بنقرفش منها وبناكلها عادي. ما بقاش في حاجه دلوقتي المفروض تترمي يا جماعه، الدنيا بقت غاليه كتير. فصلت الصدرين عن بعض بقى، وابتديت اقطع كل صدر على حده، مثلا 3 أو 4. انا حسيت ان هي فيها حتت لحمه كتير، او يعني حاسه ان هي الفرخايه كبيره، فحسيت ان هي تقدر تتقطع اكتر علشان تستوي اسهل واسهل. المهم برضو كل حته بقطعها كده بنغزها شويه علشان خاطر تخش التتبيله جواها. كمان ان انا احطها، كمان لما احطها في المحلول بتاع النقع تقدر تمتص الدم اللي فيها بسهوله. بس كده مسكت كل حته زي ما انتم شايفين، اللي قطعتها على 4 لان حاسه ان الصدر كبير. هجيب بقى محلول النقع بتاعي، وهو بيكون عبارة عن مية، يعني مثلا لتر مية او لترين مية في طبق غويط. هحط عليه نص كوباية سكر وربع كوباية ملح وعصرة مثلا 5 ليمونات. وكمان المفروض ان انا بحط القشر بتاعها معاها. ده حبة زعتر كده علشان تشيل ريحة الزفارة. قلبت ودوبت الكلام ده كله كويس جدا، وهحط فيها قطع الفراخ بتاعتي. تاخد ساعة 2-3، كل ما سبتيها اكتر كل ما كانت السوا بتاعتها اسهل بكتير، وكل ما كانت سحبت كمية الدم اللي فيها. ركنتها على الجنب بقى كده بعد ما اقلبها تقليبه كده، وحطيت فيها قشر الليمون عايزه اقول لكم. وبعد كده ركنتها على جنب. معايا بقى فلفل حامي، فلفل رومي، طماطم وفلفل وبصل سوري. وابتديت اتبل ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، كركم وكاري وبابريكا وزعفران، وكمان حبه من الزعتر والثوم البودر. تمام كده. وما ننساش معلقه صغيره من القرفه، بتدي طعم جميل جدا وبتشيل ريحه الزفاره. على الرغم ان انا يعني النقعه اللي احنا نقعناها دي استحاله تلاقي فيها طعم زفاره. هبتدي احط حبه مستردة، ده مش اجباري بس انا بحب طعمها في المشاوي. معلقه عسل، سواء عسل اسود او عسل اسمر، سوري عسل اسود او عسل ابيض. تقدري تحطي حبه سكر لو انت ما عندكيش عسل. معلقتين من الصلصه، وهديها نص كوباية من المية مع 3 ليمونات كده معصورة. وهضرب عليها الخلاط لغاية لما يبقى خليط ناعم زي العصير كده بالظبط. تمام. انا بحب قوي لما اجي اعمل الخلطة دي بحطها في كيس، ما بحطهاش في صينية، سواء انا هشيلها او مش هشيلها. يعني اللي انا عملتها دي كنت حطاها في الفريزر واستخدمناها لما روحنا المصيف. انا بحب احضر الحاجات دي تبقى جاهزة عندي. بص شكل الفراخ بقى لما طلعت بقت عاملة ازاي. هصفيها كويس جدا واغسلها غسله محترمه واسيبها تنشف او تتصفى في مصفى كده، وتنزل الميه الزياده فيها، وده اهم حاجه علشان تمنع الزفار. جبت كيس وحطيت فيه حبه زيت ونزلت بالخليط. انا من عادتي لما بحب اروح المصايف انا بحب اتبل كل حاجه. يعني مثلا اعمل لحمه معصجه واسيبها في الفريزر تبقى جاهزه، اعمل فرخيه زي كده واسيبها على الشوي، اتبل فرخيه تانية مثلا بملح وفلفل، ودي هتبقى يعني بملح وفلفل وبصلايه، ودي هتبقى للسليق طبعا، تبقى مغسوله وجاهزه على طول. اتبل بانيه. المهم ان الحاجه بتاعتي تبقى جاهزه علشان ما تاخدش وقفه مني كتير في المصيف. يا طبعا مصيف من غير اكل، يعني مش فندق وما فيهوش وجبات او كده، علشان اقدر انا كمان استمتع بالمصيف واقضي وقت جميل مع اولادي. فده بتكون اسهل بكتير عليا، يعني ما اروح هناك وانضف فراخ واتبل واحتمال كبير يكون المكان ما فيهوش خلاط او كده. كمان بعصج القوطه لو هسلق لحمه، باخدها واحطها في كيس كده واحط الشوربه بتاعتها فيها علشان تبقى جاهزه على طول مع كيس خضار، تبقى الدنيا تمام. انا بحتفظ بيها كده، سواء انا هشيلها بقى في الفريزر او هسيبها على الرف لتاني يوم لو هشتغل فيها. تمام. هي كده بحس ان هي بتاخد يعني بتاخد التتبيله كويس جدا وبتتغلف كويس جدا. احنا بقى اثناء ذلك
هسيبها بقى. ده تاني يوم انا ببتدي احضر للشوي، مولعه النار تسخن الفرن على درجه حراره 200 تسخن. حطيت بقى ميه في صينيه كده، وحطيت عليها حبه زعتر، ليمونتين يعني قطعتهم شرايح. وبعد كده جبت شبكه، دي شبكه الميكرويف على فكره للعلم، يعني اي شبكه عندك تنفع. لو انت هترصصي حتى على شبكه البوتاجاز على طول، حطي من تحتيها صينيه فيها ميه علشان تاخد الدهون الزياده، وعلشان ما تحرقش معاكي الصينيه اللي من تحت. هبتدي ارصصهم بقى كل الكميه اللي عندي، ومثلا ممكن تعمليهم على صينيتين لو الشبكه بتاعتك مش مكفيه. مش هدخلها الفرن غير لما الفرن يسخن كويس جدا على درجه حراره 200، وبعد كده هدخلها. هتاخد تقريبا نص ساعه، وهقلبها الناحيه التانية تاخد الوش التاني، وبعد كده هطلعها. يلا مع بعض نعمل حبه رز علشان نكمل بقيه الوجبه. بصلايه صغيره حطيت عليها معلقتين زبده، وبعد كده تتشوح شويه، ونزلت عليها بكاري وكركم وحبه زعفران وكاتشب وباربيكيو وحبه ملح وفلفل اسود ومعلقه عسل صغيره، وما ننساش نص معلقه قرفه. ده اللي هيطعم لي الرز البسمتي، عشان كتير بيشتكي منكم ان الرز البسمتي بيطلع ملهوش طعم. ضعفنا كميه الميه طبعا اكتر من كميه الرز العاديه اللي بنحطها في كميه الرز العاديه، علشان كل كوبايه من البسمتي بتاخد قدامها كوبايتين من الميه. اديتها غلوه وسبتها على النار هاديه لغايه لما استوى وفلفل بالطريقه دي. دي تعبية بتاعة العلب بتاعتنا اللي احنا بناخدها على البحر. كل واحد بيبقى ليه علبته. الاتنين اللي فيهم العنب ده للاطفال الصغننين، لان هم لازم ياكلوا الدبوسه، واحنا العلب التانية خلصناها بنرميها في الباسكت، ومعانا معالق بلاستيك بنخلص ونرمي. طبعا بس العلب اللي هي ديت بتاعه الاولاد دي ليها غطيان، دي العلب بتاعتهم او الحافظه بتاعتهم، او زي اللانش بوكس بس بنستخدمها في الخروجات، في البسين، في البحر، يعني بتبقى اسهل كتير وانضف. وبس كده. لو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستني وصفة جديدة، وما تنسيش كومنت محفز منك. باي باي.